فيديو النهاردة هيتكلم عن حاجة بتفرق جدا في العلاقات، وهيجاوب على السؤال اللي عجز عن إجابته الملايين: ليه بكرر نفس الباترن وشكل علاقاتي بيبوظ بنفس الشكل أو بختار نفس الأشخاص؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. مهم جدا قبل ما نبدأ إن احنا نعرف كويس إن انت مش بتدخل العلاقة لوحدك ولا انتي بتدخلي العلاقة لوحدك. احنا بندخل بالطفولة بتاعتنا، بالتروما بتاعتنا، بكل الذكريات بتاعت الطفولة، وأي كلاكيع خرجنا بيها من علاقات سابقة، وأي مشاكل ما اتحلتش من علاقات سابقة، والسيلف ايمج أو الشكل اللي احنا بنشوف عليه نفسنا وقيمتنا. وبنبقى داخلين العلاقة كمان واحنا مركزين جدا على النواقص أو الحاجات اللي بنفتقدها في العلاقات. فانت مش بتدخل الريليشن شيب لوحدك ولا انت كمان. وهل كنتوا عارفين ان انماط التعلق بتتشكل جوانا من الطفولة؟ في عالم اسمه جون بيربي. جون قال ان التعلق والروابط حاجة بتتشكل في مرحلة الطفولة عن طريق مقدمين الرعاية الأساسيين اللي هم في الغالب بيكونوا الأم والأب. الموضوع مش بس بيتأثر بجودة الرعاية بس، وكمان بمدى استجابة الأهل اللي بيحطوا الأساس لأنماط التعلق بتاعتنا. يعني احنا مش بس بنتأثر بجودة الرعاية والعطاء اللي الأهل بيقدموهم لينا، مدى مواظبتهم على الرعاية دي وتقديمها باستمرار، وتفاعلهم وتجاوبهم معانا واحنا أطفال. وده هيودينا للنقطة لموضوع فيديو النهاردة، وهو ايه هو التعلق، وليه بيفرق بشكل كبير في العلاقات، وايه هي أشكال التعلق. في 4 أنواع أو 4 أنماط من التعلق. أول نوع هو السكيور اتاتشمنت، التعلق الآمن. في العلاقة دي بيكون في قرب وراحة، وبيقدروا إن هم يعبروا عن مشاعرهم لشريك حياتهم بشكل صحي وسلس وواضح. الناس اللي عندها النمط ده من التعلق في العلاقات بيكونوا self-contented، بمعنى إن هم حتى لو كانوا ناس طموحة وبتسعى لحاجات ونجاحات كبيرة في حياتهم، هم برضو عندهم رضا وامتنان بالأشياء والناس اللي موجودين في حياتهم. بيكون عندهم حدود صحية في العلاقات وتوقعات صحية من نفسهم ومن الطرف التاني. عندهم استعداد جدا إن هم يقدموا تنازلات بوعي عشان يقربوا من بعض ويتفهموا، ومش بيكون عندهم خوف إن هم يشاركوا مشاعرهم مع الطرف التاني. معتقدات الشخص اللي عنده النمط ده من التعلق بتكون إيجابية عن نفسه وعن الشخص اللي معاه وعن المجتمع. بيقدر يعمل بالانس أو توازن ما بين كونه في احتياج لشريك حياته أو الناس اللي بيحبها. بيدي نفسه فرصة، زي ما بيقضي وقت مع الناس اللي بيحبهم بيدي نفسه فرصة إنه يقضي وقت مع نفسه ويكتشف حاجات كتير في نفسه جديدة وفي الأشياء اللي حواليه. نركز مع بعض عشان الكلام التقيل هيبقى. تاني نمط من أنماط التعلق هو ال anxious preoccupied attachment، وهو باين من اسمه إنه هو التعلق القلق. طيب ايه بقى مواصفات الشخص اللي عنده النمط ده من التعلق؟ الشخص اللي بيكون عنده النمط ده من أنماط التعلق بيكون عنده تقدير ذاتي منخفض لنفسه، وايه كمان بيكون عنده over dependent أو needy، طول الوقت معتمد على شريك الحياة. هو اللي هيبسطني، هاخد منه الأمان، هاخد منه الحب، هاخد منه الراحة، هاخد منه خدمات. المهم إن هو طول الوقت قلق ومحتاج يطمن بشريك حياته. عنده خوف دايم من الهجر ومن الرفض. عنده رغبة ملحة إنه ينول رضا الناس والقبول منهم، وصورته الذاتية بتتأثر جدا برأي الناس فيه. مش بيكون سهل بالنسبة له إنه يثق ويطمن لشريك حياته. حساسية زيادة من شريك حياته، وطول الوقت مستني يسمع كلام عشان يطمن. طول الوقت بيكون عايز يتأكد من صحة مشاعر شريك حياته، طول الوقت عايز يسمع إنه مش هيسيبه، وطول الوقت عنده خوف من الرفض ومن الهجر. ثالث نوع من التعلق dismissive avoidant، رافض ومتجنب. أصحاب النمط ده من التعلق بيكون مش عندهم رغبة لعلاقة حب قريبة، أو إن هو بيحاول يأفويد ويتجنب أي علاقات جديدة لأن عنده تروما أو مشاكل قديمة ما تعالجتش صح أو ما تعالجتش من أصله.
بيكون عنده نظرة سلبية جدا للعلاقات. كتير منهم بيكون بعيد أو بارد عاطفيا مع الناس المهمين في حياته، ودايما بينسحب من العلاقات العاطفية عشان ما تكملش للآخر. بيدور على السيطرة والاستقلالية في المواقف. بيستخدم الديفنسيف استراتيجي عشان يتجنب الكونكشن، يعني بيستخدم زي حيل دفاعية كده عشان يقدر يتجنب إن الناس تقرب منه. يكون عنده كده بعض السلوكيات اللي تدل إن هو عايز يبقى بعيد وطول الوقت متجنب الناس. مش بيتقبل بسهولة فكرة المساعدة من الآخرين. بيأكت أو بيتصرف معظم الوقت بشكل فيه استقلالية، وبيظهر جدا عدم اعتماده على أي حد. مش بسهولة إن هو يطلب مساعدة من حد أو يتقبل حتى المساعدة من أي حد. بتكون علاقاتهم قصيرة أو عابرة. النوع الرابع والأخير هو fearful avoidant. أصحاب النمط ده من التعلق بيكون عندهم خوف كبير إن هم يopen up مع حد، يشاركوا مشاعرهم، يحكوا، يفضفضوا مع حد. بيثقوا في الناس بصعوبة، وبيكون عندهم نظرة سلبية جدا في الناس. دايما بيبقى عندهم نظرة إن كل الناس غدارة، مفيش حد كويس، مفيش حد مخلص، كلهم مصطفى أبو حجر. وحتى نفسهم بيكون عندهم نظرة سلبية جدا تجاه نفسهم. مش بيكون عندهم القدرة على فهم مشاعرهم واحتواء نفسهم. في أوقات كتير بيكون عندهم حاجة اسمها dissociation، يعني زي إن هم عاملين disconnect أو انفصال تام عن البيئة المحيطة بيهم أو الناس المحيطة بيهم. يعني بيفضلوا الانعزال الدائم عن اللي حواليهم، بمعنى إن هم بيفضلوا يكونوا منعزلين عن اللي حواليهم. مش بيقدروا إنهم يسيطروا أو يتصرفوا كويس في وقت الاسترس، بمعنى أصح إن هم مش عندهم مهارة التعامل مع الضغوط أو التصرف السليم وقت الضغط، أو مهارات التكيف الصحي مع التوتر والضغوط. بيحبوا إنهم ينسحبوا في أوقات الود والألفة، وده بيكون لأن هم تعرضوا للأذى كتير قبل كده، وبيحاولوا إن هم يتفادوا الكونكشن ما بين الناس أو الترابط مع الناس عشان الأذى ده ما يتكررش تاني. السؤال المهم، إزاي أحدد أو أعرف أنا أنهي نمط من الأنماط اللي فاتت؟ أول حاجة محتاجين نراجع العلاقات اللي دخلناها زمان، إيه التصرفات اللي كنا دايما بنكررها، وكمان العلاقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وتبدأ تلاحظ أو تبدأي تلاحظي انتوا كنتوا بتكرروا أنهي نمط من الأنماط الأربعة، ايه التصرفات اللي بتكرروها باستمرار، وده هيساعدكم انكم تعرفوا انتوا كنتوا أنهي نمط في علاقاتكم. الباترن أو التصرفات المتكررة هي اللي بتعرف الشخص ايه نمط التعلق الخاص بيه، وده بيكون عن طريق ان الواحد يتأمل العلاقات اللي دخل فيها زمان والعلاقة اللي هو موجود فيها دلوقتي. بعد ما توصل أو توصلي لنمط التعلق الخاص بيك، محتاج إنك تشاركه مع شريك حياتك أو صديق مقرب. فهمكوا الأنماط التعلق بتاعت بعض بيعمل مساحة قرب وتفاهم كبيرة بينكم، وبيساعدكوا إنكوا تفهموا بعض أكتر وتكونوا قريبين. في حاجة مهمة، لو كنتوا بتلاحظوا تكرار نمط معين أو تصرف معين بيأذيكوا في علاقاتكم، بيؤدي إن العلاقات دي دايما تبوظ أو دايما فيها مشاكل أو دايما انتوا مش مرتاحين، ده بيبين إنك محتاج لسبورت، محتاج شخص يساعدك، متخصص يساعدك تفهم النمط ده تكون من إيه، وبمساعدته ليك هتساعدك إنك تحسن من جودة علاقاتك، وإنت نفسيا تكون مرتاح وأهدى كتير، وبيساعدك إنك تعمل اختلاف كبير في علاقاتك اللي جاية، وبيساعدك كمان إنك تعمل تغييرات كبيرة للأحسن في شخصيتك. فيديو النهاردة خلص. لو الفيديو عجبكم أو استفدتوا منه اعملوا لايك واستنوا الفيديوز اللي جاية. في القناة هنا بنتكلم عن الإنسان، أي حاجة هتطور من نفسيته، من إدارته لوقته، تحمله للضغوط أو علاقاته. فلو مهتمين بالمحتوى ده تابعوني.